السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير قوي كانت بتكلمني على فكره ان انا ما اتكلمتش على الماتش بتاع الاهلي وسيراميكا والماتش بتاع الزمالك وبيراميدز. طب خلينا نمسك الزمالك وبيراميدز الاول. انا مش هقدر اقول على الزمالك ان هو فوت الماتش. يعني الزمالك رغم ان كل الصفحات الزملكاويه وكل مشجعين الزمالك، وعايز اقول لك ان اعلاميين الزمالك اللي كانوا موجودين في الاستوديو التحليلي كانت الابتسامه على وشهم عشان هم خسروا من بيراميدز، على اساس ان هو بيقرب الفرق، وعلى اساس بقى ان احنا نخش في جو ال3 نقط ومش عارف ايه. طب انت دلوقتي لو الماتش بتاع الاهلي والزمالك اتعاد هتعمل ايه؟ يعني لو قرار لجنه رياضيه قضائي بيقول لك ان انت هتعيد الماتش هتعمل ايه؟ تلعب الماتش غصب عنك. خلينا بس نتكلم في ان الاحتمال ده بعيد، لكن خلينا نتكلم في الماتش بتاع الزمالك وبيراميدز. الزمالك كان بيأدي واحدة من أسوأ البطولات اللي موجودة ممكن تلعبها للزمالك. الزمالك مش هقول لك مش فايق الماتش ده، مش هقول لك مش فايق من نص الدوري، مش فايق من ربع الدوري، الزمالك مش فايق من الموسم اللي فات أصلا. الزمالك عنده مشاكل طاحنة، وده مش معناه ان اللعيبه او المنظومه اللي قايمه على كره القدم ان هي ما تاخدش بالها ان هي تلعب باسم كبير زي اسم الزمالك. انا واحد من الناس زعلان جدا، انا اهلاوي لكن زعلان جدا من فكره ان القطب الثاني للكره الرياضيه بيتغير. بيراميدز واخد مكان الزمالك في كل حاجه، في دوري ابطال افريقيا بنفس على الدوري، خد بقى اول خد تاني مش فارقه، لكن دلوقتي الزمالك بيحاول يوصل للمركز الثالث او الرابع عشان يلعب كونفدراليه. في تهديد كبير قوي 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 عليه. بنك الاهلي بيضغط وسيراميكا بتضغط والدنيا مش لطيفه. يعني انت لو اتكلمت على الماتش وتقول لي يا باشا ما سيراميكا فوتت الماتش الاهلي، مفيش يا ابني الكلام ده يا ابني، مفيش يا ابني. اللي بيقول الكلام ده عبيط، اللي بيقول الكلام ده ما اتفرجش على الماتش يا جدعان. علي ماهر وسيراميكا بص مسك الاهلي، قفل كل خطوطه الهجوميه. علي ماهر حته بسكوتايه، فخر الصناعه المصريه في المدير الفني. علي ماهر مدير فني على اعلى مستوى، قدر ان هو يكتف الاهلي. اي نعم ما قدرش يوصل بالتعادل او حتى ان هو يكسب، لكن هو كان قريب جدا. يعني مثلا عندك التصدي بتاع الشناوي والتصدي بتاع ياسر ابراهيم، التصديين دول ياخدوا تصديين الموسم لو الاهلي خد الدوري. التصديين دول بسببهم الشناوي اللي هو في الفوت وورك وحش جدا قولا واحدا، لكن بسبب التصدي ده لو الاهلي خد الدوري ياخد الدرع معاه بقيته مثلا شهرين في بيتهم. نفس الكلام ياسر ابراهيم. ايه يا ياسر ده؟ ايه التصدي اللوز ده؟ التصدي ده برضو لو الاهلي خد الدوري ياخد ياسر ابراهيم مثلا الدرع 6 شهور بقيته في بيتهم. سيراميكا فريق محترم جدا، لكن عندك في بيراميدز طبعا اقوى سكواد موجود دلوقتي في افريقيا تقريبا، والزمالك المفروض اللي هو القطب المصري. انا زعلان جدا على فكره ان انا بقول المفروض، لكن لك ان تتخيل ان الاثنين دول ادوا اسوأ ماتشات الدوري المصري السنه دي. الكرة محتاجه بس شويه تعديلات على شويه غربله. طبعا انا مش قادر اتكلم عن الزمالك عشان الزمالك يعني انا هقول لك بس لاعبين في الزمالك مخربين الدنيا. دونجا ومصطفى شلبي اقسم بالله بيقدموا ضحك، والله العظيم بيقدموا ضحك. ده مش معناه ان الاهلي ما عندوش قصور، الاهلي عنده قصور، وقصور الاهلي في خط دفاعه، ولازم تدفع كويس جدا. على الاقل لازم تجيب باك شمال، على الاقل لازم تجيب باك يمين، ولو هتجيب باك يمين وتقول محمد هاني لا بس يبقى باك يمين احتياطي على مستوى محمد هاني، ما عنديش مشكله. عايز تجيب سيرت باكين غير العش وياسر ابراهيم، هم كويسين بس الاصابات. لازم تجيب على الاقل الاربعه اللي في خط الظهر دول، وبعد كده نبقى نتكلم. عموما هارد لك لسيراميكا وهارد لك للزمالك. سيراميكا ادى ماتش محترم، الزمالك ادى بطوله سيئه. لينا كلام تاني. عرفت بقى صاحبي ما اتكلمش ليه؟ صباح الفل.